فيلم باسنجر 57. عميل سري متقاعد بينقذ طيارة من الخطف على إيد إرهابي خطير بعد ما زوجته اتقتلت في حادثة مشابهة. تشارلز رين مجرم بريطاني مشهور عمل كل الجرائم اللي ممكن تتخيلها، بس من الرغم من سجله الإجرامي ده عمره ما اتقبض عليه، وده لأنه كان شاطر جدا في الهروب من الشرطة دايما، وبنشوفه بعدها في غرفة العمليات وحواليه أطباء وجراحين كتير، وده لأنه كان عايز يعمل عملية يغير فيها شكله، ودي مش أول مرة يعمل فيها العملية دي المرة العاشرة. ولما رئيس الجراحين كان داخل عشان يخدره، تشارلز رفض التخدير وقال إنه بيحب الألم وبيستمتع بيه، يعني كده المجرم المجنون ده هيعمل عملية جراحية كاملة بدون بنج. في نفس الوقت الشرطة جت وحصرت المبنى اللي فيه تشارلز، باين كده إن حد بلغهم بمكانه، وقبل ما يبدأوا بالاقتحام قائد الشرطة اجتمع بيهم وحذرهم إن تشارلز قاتل محترف ويقدر يقتل عدد كبير من الرجالة بدون ما يستخدم سلاح حتى. وطلعوا بعدها للدور ال 13 عشان يقبضوا على تشارلز. قبل ما الدكتور يبدأ العملية تشارلز حس بوجود الشرطة وخد المشرط من الدكتور وخلص عليه، واول ما الشرطه دخل اوضه العمليات ما لقوش تشارلز هرب منهم وقدر انه يتفادى الرصاص بتاعهم وكسر الازاز ونط من المبنى من الدور ال 13. وبالرغم من الارتفاع الكبير ده تشارلز نزل سليم وجري زي الحصان، بس عربيات الشرطه كانت اسرع وقدروا انهم يحاصروه في الاخر وقبضوا عليه بعد 15 سنه من المطاردات. بننتقل بعدها لطياره وبنشوف فيها مضيفه جميله اسمها مارتا كانت بتعدي على الركاب وبتشوفهم لو محتاجين اي حاجه، وفجأة بيظهر راجل مشبوه وبيطلع مسدس من جيبه وبياخد مارتا كرهينة وبيهدد انه هيقتلها لو طلباته ما اتنفذتش، بس مارتا كانت شجاعة وضربته في رجله وقدر واحد من الركاب انه يسحب المسدس من المجرم ده. بعدها كل اللي موجودين في الطيارة بيسقفوا، وبنعرف ان ده كان مجرد تمثيلية عشان يدربوا المضيفات على التصرف في الحوادث المشابهة. بنعرف بعدها ان الراجل المشبوه ده اسمه جون كارتر. جون عميل سري متقاعد وكان عنده خبرات سابقة كتير جدا في الجرائم اللي من النوع ده. بيظهر بعدها سلاي مسؤول شركة الطيران وبياخد جون وبيمشي. الاتنين كان باين عليهم انهم اصحاب قريبين جدا، وهما بيتمشوا مع بعض سلاي طلب من جون انه يرجع يشتغل تاني، بس جون رفض وقال له انه مش هيضحي بنفسه عشان حد تاني. وساعتها سلاي عرض عليه انه يمسك امن شركة الطيران. جون فكر في العرض شوية بس وافق على طول، أول ما سلاي قال له إنه هيشتغل مرتين في الشهر بس. في الناحية التانية بنشوف تشارلز في الزنزانة وبنشوف المحامي بتاعه وهو بيتكلم معاه وبيقول له إنه هيروح كاليفورنيا قريب عشان يتعدم بالكرسي الكهربائي، وإن الحل الوحيد للخروج من القضية دي إنه يعمل نفسه مجنون. بس لسوء حظ المحامي تشارلز ما عجبوش الكلام وهجم على المحامي وموته من الضرب وفضل يقول له أنا مش مجنون. بعدها بننتقل لجون وبنشوفه واقف عريان من فوق وقاعد يتأمل، وبنرجع بعدها فلاش باك من 5 سنين وبنشوف جون وهو بيشتري حاجات من السوبر ماركت هو وزوجته، وفجأة دخل حرامي مجنون للسوبر ماركت وهدد صاحب السوبر ماركت بالمسدس اللي معاه. جون ما وقفش ساكت وزي أي راجل شهم اتدخل في الموضوع ورفع مسدسه في وش الحرامي ده، بس للأسف الحرامي خد زوجته كرهينة وهدد إنه هيقتلها لو ما نزلش مسدسه. وبالرغم إن جون عمل اللي هو عايزه إلا إن الحرامي ضرب زوجته بالنار برضه، وجون ضرب الحرامي بالنار وقتله. ولما رجع لزوجته عشان يطمن عليها لقاها ماتت، والحادثة دي سببت له صدمة كبيرة جدا لدرجة إنه ساب شغله كعميل سري في المخابرات وعزل نفسه لشهور كتير. في الوقت الحاضر جون استعد لليوم الأول في شغله كان عبارة عن إنه يتنكر على إنه راكب عادي ويركب الطيارة مع الركاب ويكون مسؤول عن أمنهم ضد حوادث الخطف. وفعلا جون عمل كده وخد الكرسي رقم 57 في الطيارة، وبالصدفة كان في 2 من عملاء مكتب الأمن الفيدرالي معاه على الطيارة طبعا علشان ينقلوا تشارلز لمكان إعدامه. الرحلة دي كانت رايحة كاليفورنيا وكان في 2 مضيفات، وواحدة اسمها مارتا ودي اللي شفناها قبل كده، والتانية أحلى من مارتا واسمها سابرينا. في الطيارة كان في طفل صغير بيلعب مع تشارلز وعمل إيده مسدس وضرب عليه رصاصة خيالية، وتشارلز استجاب للعبة الطفل وعمل نفسه ميت وكمل لعب معاه وعمل إيده مسدس هو كمان، بس لما جه يبعت له رصاصة خيالية الكلبشات بانت في إيديه وده رعب الطفل الصغير ومجموعة من ركاب الطيارة وبدأوا يسألوا لو الموضوع آمن بالنسبة ليهم. وساعتها سابرينا جت وطمنتهم إن كل حاجة ماشية تمام. سابرينا طمنتني أنا شخصيا. المهم بعد فترة سابرينا اتصلت براجل شكله غريب وطلبت منه انه يجيب لها الاكل المخصوص، وفعلا الراجل جاب لها شنطة معدنية غريبة. في الوقت ده جون زهق من رغي الست اللي جنبه وقرر يروح الحمام، واول ما قفل الباب سابرينا دخلت بعربية الاكل المخصوص وبنعرف ان الشنطة المعدنية كان جواها مسدس، وقربت بعدها على ال2 العملاء وضربتهم بالنار في دماغهم وده خلى الفوضى تنتشر في الطيارة. في نفس الوقت تشارلز قام من مكانه وفك الكلبشات بتاعته، وفي 3 مجرمين تانيين قاموا من مكانهم وهددوا الناس بالسلاح عشان يسكتوا. وهنا بنكتشف ان تشارلز كان مخطط لكل حاجه من الاول، ولما عرف انه هيتنقل لكاليفورنيا عن طريق شركه طيران مدنيه اجر ناس من الشركه دي وخطط للي حصل دلوقتي. تشارلز دخل بعدها لاوضه القياده
وقتل واحد من الطيارين عشان يخوف الطيار التاني ويسيطر عليه، واتكلم في الميكروفون وقال للركاب انه خطف الطيارة وكمان هيغير مسارهم وانهم هيبقوا تمام وزي الفل لو سمعوا كلامه وقطعوا اوامره. جون سمع كل الاكشن ده وهو في الحمام، وبالرغم انه كان مرعوب من حوار الخطف ده بس قدر انه يمسك تليفون من تليفونات الطيارة وبلغ صاحبه سلاي باللي بيحصل، وضرب واحد من المجرمين وخد سلاحه وعمل درع بشري ووقف قدام تشارلز، بس تشارلز مسكتش وخد مارتا هي كمان كدرع بشري. كده محدش احسن من حد، والاتنين وقفوا بعدها يتكلموا قدام بعض، بس تشارلز قتل واحد من الركاب عشان يبين لجون انه ما بيهزرش وضرب رصاصة تانية على جون بس جت في المجرم زميله. جون ومارتا استغلوا الوضع وقدروا يهربوا وخدوا المصعد ونزلوا لأوضة الشحن، وهناك قابلوا الراجل اللي بعت لصابرينا الطلب المخصوص، فجون هجم عليه وثبته في الحيطة، بس الراجل عمل نفسه بريء وانه واحد من موظفين الشركة، وساعتها جون سابه، وفي لحظة الراجل الشرير طلع مطوة من جيبه وهجم على جون، والاتنين دخلوا يلطشوا في بعض، بس في النهاية جون هزم وكسر بيه الباب، وجون ربطه بعدها وراح هو ومارتا على غرفة إلكترونيات الطيارة. جون كان عنده خطة، كان عايز يفضي تانك الوقود بتاع الطيارة وبكده هيجبر الطيارة انها تعمل هبوط اضطراري في اقرب مطار، بس مارتا عرضت فكرته وقالت له ان الفكرة دي ممكن تدمر الطيارة، بس جون قال لها ان دي الطريقة الوحيدة عشان يوقف الطيارة، وفعلا مارتا اضطرت توافق على خطته، والاتنين راحوا بعدها المكان العجل لان ده انسب مكان ينطوا منه لما الطيارة تهبط، وفعلا خطتهم بتنجح والوقود بيخلص والطيارة بتضطر تعمل هبوط اضطراري في اقرب نقطة. في نفس الوقت في مقر شركة الطيران سلاي واللي معاه اكتشفوا ان الطيارة هتعمل هبوط اضطراري في مطار صغير في حتة اسمها لوسيل، وفعلا سلاي ما ضيعش اي وقت وركب الطيارة الهليكوبتر وراح على المكان ده. في مكان العجل جون ومارتا كانوا مستنيين ان الطيارة تهبط عشان ينطوا منها، وفعلا الطيارة هبطت، بس قبل ما الاتنين ينطوا اكتشفوا ان في واحد من المجرمين عمل لهم كمين وزق جون من الطيارة وخطف مارتا من تاني وحبسها مع الرهاين. بعد لحظات وصل اتنين من الشرطة وقبضوا على جون، وبالرغم ان جون حلف لهم 1000 مرة انه طيب مش شرير محدش فيهم صدقه وخدوه معاهم. في الوقت ده تشارلز اتصل بالشرطة ورد عليه بيجز رئيس الشرطة، وساعتها تشارلز قال له على مطالبه وقال له انه محتاج الطيارة تتفول بالوقود خلال 10 دقايق وفي المقابل هيفرج عن 100 من ركاب الطيارة، بس بيجز ما وافقش على اقتراحه، وساعتها تشارلز قتل 5 من الركاب عشان يبين انه ما بيقولش اي كلام وخلاص، وفعلا بيجز اضطر انه ينفذ كلامه. في اللحظة دي رجالة الشرطة دخلوا على بيجز وجون معاهم، بيجز كان متأكد إن جون شرير وواحد من المجرمين دول، وساعتها تشارلز عمل حركة صايعة وأكد شكوك بيجز وكذب عليه وقال له إن جون واحد من رجالته فعلا، بس خانه وما سمعش كلامه. أول ما بيجز سمع الكلام ده أمر الضباط بتوعه إنهم يحبسوا جون في البدروم على ما يشوفوا له صرفة بعدين، بس جون كان أقوى منهم وهزمهم كلهم وهرب بعدها على موتوسيكل وراح على مكان هبوط الطيارة. بعد ما الطيارة اتفولت بالوقود تشارلز أطلق سراح 100 من الرهاين زي ما وعد واستغل الفوضى اللي حاصله وهرب هو واتنين من رجالته من الطياره، واختلط بعدها في وسط الزحمه وراح على مهرجان قريب. اخيرا بتوصل المخابرات الامريكيه لبرج المراقبه، وهناك رئيس المجموعه طلب من بيجز تقرير مفصل على اللي بيحصل، ولما عرف ان رجاله الشرطه قبضوا على جون اتعصب عليهم جدا وقال عليهم اغبياء وقال لهم ان جون كان واحد منهم فعلا. بنرجع بعدها للمهرجان وبنشوف جون وهو ماشي ورا المجرمين دول في السر، بس لسوء حظ واحد من المجرمين اكتشفه وضرب عليه نار، بس ما جاتش فيه وجات في شخص تاني مكانه، وضرب النار ده عمل فوضى كبيره في المهرجان. جون اضطر انه يركب لعبه الساقيه وجري وراه واحد من المجرمين، والاتنين حصل بينهم صراع انتهى بوقوع المجرم من فوق الساقيه وموته. بعدها جون فاجئ تشارلز وهجم عليه وقدر انه يقبض عليه بمساعده زمايله من المخابرات، وخدوا تشارلز بعدها عشان يحققوا معاه، وهناك سلاي بارك لصاحبه جون على الانجاز ده، بس ما كانوش يعرفوا ان المشكله لسه ما انتهتش. تشارلز قال للضباط اللي موجودين انهم لازم يسيبوه والا المجرمين اللي على الطياره هيقتلوا الرهاين واحد ورا التاني. جون حاول انه يتفاوض معاه بس بدون اي فايده، ساعتها الضباط اضطروا انهم يرجعوا تشارلز تاني للطياره عشان يحافظوا على حياه الرهاين، بس كان عندهم خطه وهي انهم هينشروا قناصه فوق مبنى قريب من الطياره، ولما تيجي اللحظه المناسبه القناصه دول هيستهدفوا كل المجرمين وهيقتلوهم، وجون هيكون مشرف على المهمه دي. في المشهد اللي بعده بنشوف تشارلز راجع تاني للطياره وسط اتنين من ضباط المخابرات، بس وهم على السلم القناصه ضربوا في الضباط، وساعتها بنكتشف ان المجرم اللي هرب من المهرجان قتل القناصه الاصليين واستولى على اسلحتهم، ودلوقتي بيضرب نار على كل الضباط اللي موجودين، وبدات معركه بين الشرطه والراجل ده، وناس كتير ماتوا من الشرطه بس قدروا يقتلوا المجرم ده في الاخر. بعدها الطياره بدات في الاقلاع، بس جون ما استسلمش وركب عربيه من عربيات الشرطه مع بيجز وجريوا ناحيه الطياره. جون خطط انه يدخل الطياره عن طريق فتحه العجلات، وبالرغم من خطوره الطريقه دي الا انها الطريقه الوحيده، وطبعا ما فيش حاجه صعبه على بطل الفيلم، وفعلا جون قدر انه يدخل الطياره عن طريق فتحه العجلات ووصل لغرفه الشحن وقتل واحد من المجرمين واتسحب بعدها ورا صابرينا وضربها ضربه اغمى عليها، ودلوقتي تشارلز هو الوحيد اللي باقي.
بس قبل ما جون يواجهه راح على أوضة الطيارين وقال لهم يغيروا مسارهم ويرجعوا تاني لمطار لوسيل، وبعدها راح لتشارلز والاتنين بدأوا يطحنوا ببعض. وبالرغم ان جون كان متدرب كويس بس تشارلز كان قوي هو كمان، وفي وسط مواجهتهم دي في رصاصة جت في ازاز شباك من شبابيك الطيارة، وده سبب خلل في الضغط، وبعدها اتكسر الباب الرئيسي هو كمان، ومارتا بقت ماسكة بكل قوتها عشان ما تقعش من الطيارة. لحسن الحظ جون اتصرف بسرعة وخد تشارلز ناحية باب الطيارة المكسور، وراح ضارب تشارلز بالشلوت ورماه من الطيارة. واخيرا انتهت الفوضى واحتفل كل الركاب بموت الارهابيين، واتصل جون بعدها ببرج المراقبة وقال لهم انه قتل تشارلز، وده فرح كل اللي موجودين جدا. وفي اخر مشهد في الفيلم الطيارة هبطت بسلام وكل الركاب نزلوا منها، اما عن جون فاختفى عن الصحافة لانه ما بيحبش الاستعراض، وخد مارتا صاحبته الجديدة ومشي. وبيتكلم سلاي بعدها مع الصحافة وبيقول لهم انه هو كان المسؤول عن انقاذ الطيارة. وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. شكرا على المشاهدة وسلام يا صديقي.